السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض المنين بالملبن او القراقيش بالملبن. قراقيش الافران مظبوطه 100%. طعمها في منتهى الجمال والحلاوه، حاجه كده ما شاء الله تحفه. ان شاء الله هتجربيها على نفس الطريقه وهتطلع معاكي مظبوطه. لو انت اول مره تعمليها او خايفه وقلقانه من الوصفه ان هي مش تطلع مظبوطه معاكي، لا ان شاء الله هتطلع مظبوطه معاكي، لاننا هنقول في الفيديو ادق التفاصيل علشان القراقيش او المنين يطلع معاكي دايب والملبن بتاعك يطلع طري ومش محجر في قلب القراقيش. هقول لك كل التفاصيل اللي انت محتاجه تعرفيها ان شاء الله عن التسويه المظبوطه، وكمان عن كل انواع الدقيق، وكمان البدائل اللي انت ممكن تحتاجيها او تستخدميها علشان يطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي. هقول لك ادق التفاصيل عن التسويه المظبوطه علشان يطلع معاكي مش معجن، لا يطلع معاكي ملدن، وكمان يفضل معاكي اكتر وقت ممكن تحتفظي بيه. لو انت اول مره تشوفيني وتتابعيني يبقى تابعي الفيديو للاخر علشان تشوفي كل حاجه انت محتاجه تعرفيها. وتعالوا كده بينا نبدا ونسمي الله. معايا نص كوبايه من الميه، المج اللي انا هستخدمه مج موحد، يعني حوالي كده 100 جرام ميه عاديه من الحنفيه. هنزل بمعلقتين متوسطين من السكر، سكر حبيبات عادي، وكمان معلقه ممسوحه كده من الخميره حوالي 7 جرام. ذرة الملح اللي احنا ما نستغناش عنها في اي معجنات علشان تظبط معانا الطعم. وهبدأ كده ادوب المكونات بتاعتي كويس واتاكد من نشاط الخميره بتاعتي. اتاكد من نشاط الخميره ازاي؟ هتلاحظي فقاعات بتظهر كتير قوي قوي كده على الخميره، هتتاكدي ان الخميره كده معانا نشطه وشغاله. هغطيها شويه لحد ما تتفاعل كويس قوي، وابدا ان انا انزل بالمكونات التانية. هنزل بكوبايه زائد معلقه كبيره من السمنه على الزيت، يعني 3/4 الكوبايه سمنه والربع زيت، يعني حوالي كده 220 جرام من السمنه. السمنة اللي أنا مستخدماها سمنة نباتي عادية. لو متوفر عندك سمنة بلدي أو سمنة بقري ممكن تستخدميها لو الميزانية تسمح معاكي بكده. هنزل بكل المكونات وأبدأ إن أنا أخلطها كويس قوي قوي، وهتلاحظي إن الخميرة بتاعتنا اختفت بكل المكونات الأولانية، واللي ظاهر إن السمنة موجودة. هتقولي لي استخدمت سمنة على زيت ليه؟ أقولك علشان الزيت بيديها قرمشة حلوة قوي، وكمان السمنة بتديها النعومة أو الذوبان بتاع القراقيش او النواعم بتاعتنا بصفة عامة. هنزل عليهم بنص كيلو من الدقيق. الدقيق اللي انا مستخدماه دقيق متعدد الاستخدامات. لو هنعايره بمج الشاي العادي يبقى 4 كوبايات بمجات او بكوبايات الشاي العادية اللي موجودة عندنا في اي مطبخ. هبدأ كده بالاسباتولة بتاعتي اتوه الدقيق بتاعنا في المواد السائلة الاولانية، وبعدين استخدم ايدي في العجين. هبدأ كده اتوه كل المكونات بتاعتنا، وبعدين بايديا كده وابدأ انضف الاسباتولة بتاعتنا واعجن. هنتكلم عن البدايل شوية. حد يقول لي ممكن استخدم لبن، هقول لك اه ممكن تستخدمي لبن، بس هتحسي ان هو تقيل شوية قوي معاكي في القراقيش. الافضل للقراقيش وعشان تطلع مظبوطة معاكي وتطلع حلوة قوي قوي زي ما بتدوقيها في الافران، وكمان احلى واطعم، هنستخدم مية. وكمان علشان تكون اقتصادية شوية معانا، المية كويسة قوي قوي. لو حابة ان انت تدي لها قيمة غذائية شوية ممكن تضيفي معلقتين لبن بودر، ولو مش متاح عندك مفيش مشكلة استغنى عنه. مش هيفرق معاكي قوي 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 في الطعم. بعد ما توهت الدقيق وخلاص العجينة بتاعتي أصبحت متكاملة شوية، هجيب معايا كده نص كوباية من المية حوالي 100 جرام، وانا مش هستخدمها كلها. هنزل بمعلقة معلقة وابدأ ان انا الم العجينة بتاعتي واعجنها كويس قوي. هتقولي لي النواعم او القراقيش او الكحك او الحاجات دي مش بتحتاج عجن قوي زي ما انتي بتقولي في كل فيديو. اقول لك علشان انا بنزل بالمية بتاعتي معلقة معلقة هعجن وانا مرتاحة وبكل اريحية، هتطلع مظبوطة معايا ومش هكون قلقانة معايا، لان كمية السوائل انا بتحكم فيها حسب العجينة او حسب ما انا شايفاها هي محتاجة قد ايه تحت ايديا. زي ما انت شايفة انا بعجنها وبعجنها بكل اريحية وبكل سهولة، علشان انا بنزل بالمية بتاعتنا تدريجيا زي ما قلنا. والمية بتاعتنا عادية جدا من الحنفية، مش محتاجة مية سخنة ولا مية فترة. معايا كده روايح الكحك، ودي موجودة عند أي عطار. ريحة الكحك وريحة الموز موجودين عند أي عطار وبسهولة جدا، سواء في موسم الأعياد أو غير موسم الأعياد بتلاقوهم موجودين ومتاحين. هنزل بربع معلقة من الروايح، يعني ربع معلقة من ريحة الكحك وربع معلقة من ريحة الموز. وما تكتريش قوي لان هي ممكن تمرر معاكي. وهبدأ ان انا اعجن والم العجينة بتاعتي، وبتلاحظ ان هي بتتلم معاكي بكل سهولة وبتكون طرية وسهلة معاكي. احنا عايزينها عجينة مرنة سهلة وطرية وناعمة في نفس الوقت زي ما انتم شايفين كده. هبدأ ان انا خلاص كده العجينة بتاعتي بقت كويسة جدا، هلمها
واكورها في البوله بتاعتي واركنها على جنب. كميه الميه اللي انا استخدمتها ال 100 جرام دول اتبقى منهم حوالي 45 جرام، يعني انا استخدمت حوالي 155 جرام من الميه، يعني كوبايه الا ربع. تمام كده، وركنتهم على جنب. خلاص انا مش هخمرها، انا بس هقطع الملبن بتاعي. الملبن اللي معايا نص كيلو ملبن، جبته من عند العطار، بس نقي نوعيه كويسه قوي. وهو ممكن يكون له اسم او مسمى تاني في البلاد العربيه. الملبن في البلاد العربيه بيكون ملبن للاكل. في انواع تانية زي الحلقوم، ودي حسب راحتك انتي اللي انت حابه ان انت تضيفيه. بس انا هعمله من بالملبن النهارده وهيكون كويس معايا قوي. هضيف نشا كده علشان ابدا ان انا اقطع الملبن بتاعي بكل سهوله، وعلشان ما ياخدش معايا وقت قوي في التقطيع، لان انت هتلاحظي ان هو بيشبك معايا في السكينه. فابدا كده اضيف نشا كتير علشان يتقطع معايا بكل سهوله. هقطعه وابدا ان انا افرغ منه كل النشا اللي موجود. اغلفه بس بحاجات بسيطه من النشا، واركنه على جنب علشان وقت ما اجي اشكل العجينه بتاعتي يكون الملبن جاهز، والعجينه ما تختمرش معايا زياده عن اللزوم. العجينه بتاعتي ارتاحت بس 10 دقايق، الخميره مشت فيها. هبدأ ان انا اشكلها واقطعها. قطعيها التقطيعة اللي تعجبك، حابة تقطعيها وهي في البولة كور، ممكن تعملي حجم الكورة 60 جرام او 70 جرام، هتبقى كويسة معاكي جدا. وهتفرديها وهتبقى زي الفل. انا قطعتها اي شكل كده عشوائي، وهبدأ ان انا المها واعملها زي رول كده واركنها على جنب. تعالوا نتكلم شوية عن البدائل اللي احنا ممكن نستخدمها، او انواع الدقيق اللي موجودة في السوق. في انواع كتير قوي موجودة في السوق، زي الضحى وزي دوبيلا وزي الكوثر وزي كريستال وزي الصفا. حاجات كتير قوي، وزي اهل الشام. انواع كتير قوي قوي موجودة في السوق زي الاهرامات. كل دي انواع كويسة جدا جدا للدقيق، والعرق بتاعها بيكون قوي. بعد ما ظبطت العجين كده هركنه على جنب واغطيه علشان ما يكونش طبقة، ويكون وش كده مشقق للعجينة. تمام. وابدأي ان انت تشتغلي بسرعة، والعجينة ما تدمجهاش، اشتغلي فيها على طول علشان ما تطلعش معاكي الوش مشقق. زي ما قلنا في انواع كتير قوي قوي للدقيق، كلها انواع كويسه جدا، واستخراج 72%، وهتطلع معاكي القراقيش زي الفل. وفي انواع برضك موجوده عند العطارين اللي هي الانواع السايبه. لو انت متعوده عليها وطالعه معاكي كويسه، استخدميها وهتطلع معاكي زي الفل. اهم حاجه نخلي الدقيق بتاعك مره واتنين وتلاته، علشان لو في اي تكتلات، وعشان يطلع لك نتيجه العجين كويسه قوي 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 في الاخر بعد النخيل. ولو انت عندك اللي هو الدقيق بتاع الغلة العلامة الأولى اللي احنا بنستخدمه، اللي هي الغلة المطحونة، وشايفة ان جودتها كويسة قوي واستخدمتيها وكان العرق بتاعها كويس قوي، استخدميها. انخليها مرة واتنين وتلاتة علشان لو فيها اي نسبة من الردة او النخالة بتاعت الدقيق تستغنى عنها وتطلع معاكي الدقيق يطلع معاكي ابيض. ابدأي ان انت تستخدميه بكل سهولة. كده اتكلمنا عن انواع الدقيق اللي انت ممكن تستخدميها. حد هيقول لي ممكن استخدم، انا ما عنديش خميره فوريه، ممكن استخدم خميره بيره؟ اقول لك اه ممكن تستخدمي خميره بيره. حطي مكعب حوالي كده 5 جرام وهيطلع معاكي زي الفل. زي ما قلنا ممكن نستخدم لبن، هقول لك اه ممكن تستخدمي لبن وهيبقى كويس قوي 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 معاكي وهيطلع معاكي النتيجه كويسه. بس هتلاحظي ان القراقيش بتاعتك تقيله شويه، فالميه بتديلك افضل نتيجه وافضل قوام. السكر زي ما احنا قلنا ما تستخدميش سكر كتير، انا مستخدمه سكر حبيبات، معلقتين كفايه قوي، لان احنا هنستخدم في الحشو ملبن وهيكون السكر بتاعها كويس قوي. تمام كده. حد هيقول لي ممكن انا ما عنديش سمنه، ممكن عندي زبده. اقول لك ممكن تسيحيها على النار وتستخدميها بكل سهوله. وما ينفعش ان انت تستخدميها زبده كده، لان هي فيها نسبه سوائل فهتضطر معاكي القرقيش. مرحله الفرد زي ما انا قلت لك، ما تدمجيش العجينه، ابداي اشتغلي فيها على طول. افردي كده بصوابعك او بالنشابه، هي مش محتاجه، العجينه طريه وبتتفرد معانا بكل سهوله. الملبن هنطريه كده بايدينا، وهنبدا ان احنا نفرده في العجينه، وهنجيب الطرف بتاع العجينة ونبدأ ان احنا نفردها رول. الفيديو موضح الطريقة بالتفصيل زي ما انتم شايفين، بتتفرد معانا بكل سهولة جدا. واعمليها السمك اللي انت عايزة، حابة ترفعيها قوي تمام، حابة تخلي فيها سمك تخينة شوية مفيش مشكلة. بس اهم حاجة قفلي الاطراف كويس قوي عشان ما تتفتحش معاكي اثناء التسوية، ويكون الشكل موحد. بطراطيف صوابع كده وابدأي لفيها شكل موحد، وظبطي الاطراف وظبطي الشكل كله بحيث ان هو يكون واحد.
وبالسمسم بتاعك هتبدأي تضيفي كده على الرخامة بتاعتك وتلف عليها العجينة. زي ما قلت لك الفيديو موضح الطريقة، والطريقة سهلة جدا مش محتاجة اي حاجة، والشكل اللي انت حابة تعمليه اعمليه. حابة تقيسي وتطلعي الشكل موحد زي ما انت شايفة كده مفيش مشكلة. الصينية بتاعتنا مش مدهونة اي مادة دهنية ولا اي حاجة، وهنبدأ نرص فيها. واكيد بعد ما تخلصي الكمية كلها هتلاحظي ان الاختمار بقى واحد، وهتبدأي ان انت تسوي. اسوي ازاي؟ هسوي على درجة حرارة 200 من تحت، الشواية شغالة من فوق، الشبكة بتاعنا على اول درجة من درجات الشواية. وهنبدأ ان احنا ندخل الصينية بتاعنا بعد اول 10 دقايق. نبدأ نلف الصينية يمين وشمال علشان التسوية بتاعتنا تكون موحدة. اول صينية خدت مني تلت ساعة، تاني صينية خدت منه ربع ساعة، وكانوا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اللون بتاعها ما شاء الله تحفة بدون اي حاجة. الملبن بتاعنا مظبوط، وكمان مش ناشف ولا محجر. القراقيش بتاعنا مقرمشة ما شاء الله ودايبة في نفس الوقت. هسيب لك المقادير ان شاء الله بالتفصيل في صندوق الوصف بالجرام وبالكوبايه، علشان لو حبيتي تتابعي الوصفه. اتمنى منك الاشتراك في القناه لو انت اول مره تشوفيني وتتابعيني. انزلي تحت عند كلمه اشتراك واضغطي وفعلي زر الجرس على كلمه الكل، علشان كل وصفه بنزلها ينزل لك اشعار بيها. وكمان ما تنسيش اللايك. مشاهده ممتعه للفيديو. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.